السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي مطبخ دنيا المتنوع. فاليوم كما كتشوفوا معايا غادي نوريكم الطريقه السهله ومبسطه البسطيله ديال الدجاج اللي كتجي رائعه ومعلكه في نفس الوقت. خليكم مع الفيديو باش ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. فهنا كما كتشوفوا معايا المقادير اللي غادي نحتاجو فيها اللي هما ما فيهاش المقادير بزاف وقوه المقادير. المهم هنايا عندي واحد جوج بصلات كبار اللي شلطتهم في الهاشوار، وعندي الربيع والثومه، وعندي واحد الكاس مخلط ما بين الزيت الرومي والزيت البلديه، وعندي العطريه اللي غنحتاج فيها بزار وخرقوم وسكينجبير، واحد العويده تاع القرفه، وواحد جوج دامات ديال الزعفران اللي عنده الزعفران شعره من الاحسن، وعندي العطريه ديال البسطيله ديال الدجاج، وواحد خرقوم مصنع ما غاديش نديروش بزاف، وعندي 8 البيضات، وعندي هنا بطبيعه الحال الدجاجه اللي شديتها قطعتها ونقيتها مزيان، حيدت لها الجلده ورقتها في الملحه والخل. مهم وعندي هنايا واحد الرابعه ديال اللوز اللي حتى هي سلقتها واحد نص سلقه وفسختها، فسخت لها القشره ديالها. المهم وعندي الورقه. هنا غادي ندوز باش غادي تشوفوا الطريقه. غادي نشد هذاك الدجاج ديالي اللي غنحتاج فيه داك الفروج غير الصدر والفخاد. المهم هذوك الجنيو حتى هما كيكون فيهم شويه اللحم صافي. وغادي ندوز باش غادي ندير عليهم العطريه ديالي اللي شاركت معاكم اللي فيها البزار والخرقوم وسكينجبير. المهم كنحتاجو فيهم غير معلقه كبيره، وغادي ندير واحد المعلقه ديال العطريه ديال البسطيله ديال الحوت اللي كناخذها من عند العطار حتى هي مطحونه. المهم ضروري اللي ما عندوش العطريه ديال البسطيله تقدري تعوضيها بالمروزيه ديال الدجاج. المهم غادي ناخذ هذوك الدويمات ديال الزعفران حتى هما كنديرهم صافي، وكنشعل البوطه ديالي صافي، غادي ندير هنايا غير واحد القبيصه ديال الخرقوم مصنع، انا راه ما كنبغيش كاع نستعملو. المهم صافي وغادي ندير واحد شويه الماء تقريبا واحد الكاس صافي، وغادي نخليها باش تشرب ليا ديك العطريه مزيان داك الدجاج صافي. هنا كما كتشوفوا راه بدات يغلي، غادي نحركها باش يتقلى داك الدجاج ويشرب ليا ديك العطريه مزيان. المهم بالنسبه اللي بغى يرقد الدجاج بحال هكا في الليل يدير ليه هاد العطريه اللي درت دابا وترقديه غير بالماء بحال هكا ليله كامله ولا ساعتين من قبل. المهم هنا انا ما كانش عندي الوقت راني درت معكم ديك الساعه، ولكن جا زوين وشارب العطريه. المهم هذه هي طريقتي اصلا في البسطيله، ديما تندير هاد الطريقه ما ترقدش الدجاج صافي. المهم هنايا راني غادي ندير من بعد ما تقلى لي هذاك الدجاج غادي ندير فيه واحد العشقه صغيره ديال السمن صافي، وغادي ندير هذاك عويد ديال القرفه صافي، وغادي نبلل عليه بالماء يكون الماء فوق من الدجاج ديالنا حتى يغلى مزيان ويطيب ليا داك الدجاج صافي. غادي نخليه غنسد عليه وغادي نخليه حتى يطيب ليا داك الدجاج، نتاكد منه باللي طاب مزيان. المهم هنا البنات راه طاب داك الدجاج، دزت باش غادي نحيدو صافي، باش غادي ندوز باش غنصاوب التغميره. هنا صافي راني غادي نحيد هذاك الدجاج ديالي كامل صافي، غنحطو باش يبرد. المهم وبالنسبه للملحه راني ما ضفتهاش كاع حيتاش الدجاج ديالي غسلته بالملحه. المهم اللي ما تتغسلش الدجاج بالملحه راه تقدري ديري شويه الملح تقريبا واحد العاشقه صغيره. المهم هنايا بعد ما غنحيد هذاك الدجاج ديالي كامل غادي ندوز باش غادي ندير هذيك البصله اللي شلط صافي، وغادي ندير عليها هذاك الكاس تاع الزيت اللي مخلط بالزيت الروميه والزيت البلديه. المهم غادي نخليهم باش غادي يغلاو، غادي ندير عليهم هذاك الربيع والثومه. المهم غادي ندير واحد الكميه ديال الربيع ماشي شويه. المهم
صافي وغادي نخليهم باش يطيبوا باش تغمر ليا ديك الدغميره. المهم هنايا راني دزت باش غادي نفرتت هذاك الدجاج باش يبرد. المهم هنايا راني جاني باقي سخون. صافي غادي نحيد ليه هذاك العظومه وداك الشيء، وغادي نفرتو مزيان. وصافي غير خليكم مع الفيديو باش تفهموا الطريقه مزيان. بالنسبه للمبتدئات راها ساهله هاد الطريقه، وغادي تولي توجديها بوحدك ان شاء الله. المهم هنايا راه صافي غادي نحيد ليا هذوك العظومه كاملين اللي كاينين في الدجاج. المهم يخليكم مع الفيديو حتى الاخير. وصافي هنايا من بعد ما فرتت هذاك الدجاج ديالي كامل غادي نحطو على جنب. المهم باش غادي ندوز باش غادي نقلي اللوز، كندوز مباشره باش كنديرو في المقله وكندير عليه الزيت البارده، ما كنسخنش الزيت باش كيجيني محمر وزوين وفي نفس الوقت كيجيني فيه واحد اللوين زوين. المهم هنايا راني غادي نديرو فوق البوطه باش يتحمر ليا داك اللوز. ما كنفوتش فيه التحمار، المهم كيتحمر غير كيعطيني داك اللون مذهب كنحيدو. المهم هنايا راني ديك الدغميره ديالي بدات تدغمر ليا، دزت باش غادي نحركها. غنخليها باقي خاصها مازال، غنخليها غادي ندوز باش غادي نحيد هذاك اللوز ديالي من بعد ما تحمر. غادي نصفيه في الصفايه من داك الزيت، وغادي نحطو اللي عندها داك بابي ديرو ضروري باش يشرب لها داك الزيت من اللوز. صافي المهم غادي ندوز باش غادي نشوف ثاني ديك الدغميره واش دغمره ليا. المهم غادي ندير عليها واحد العشقه ديال السنيده، ضروري خصني نديرها. صافي وكنخليها حتى كتدغمر وكتعطيني واحد اللوين زوين. صافي غادي ندوز هنايا باش غادي ندير هذاك البيض. المهم غنحاولوا هنايا بلي نديرو في واحد البينيو صغير ولا زلافه، غادي نحاولوا نديرو في هذاك البيض ديالنا كامل تقريبا 8 البيضات. صافي غادي نحاولوا نحركوهم باش يجيونا ساهلين فاش نكبوهم على الدغميره. المهم هنا الدغميره ديالي كما كتشوفوا واجده، غادي نبدا ندير عليها في البيض. غادي نحيد هذاك العويدات ديال القرفه. صافي وغادي ندوز باش غادي ندير هذاك البيض ديالي. والطريقه ديال البيض راه كنخوي غير بشويه وكنحرك حتى كيطيب ليا مزيان، عاد كنعاود نخوي تاني البيض بشويه. هاد المرحله ضروري كنديروها غير بشويه. المهم كما كتشوفوا راه كنبدا حتى كيطيب ليا البيض في الاول، عاد كنعاود نزيد تاني شويه تاني بحال هكا كنبقى غادا حتى كنكمل هذاك البيض ديالي كامل. صافي وكنخلي هذيك الدغميره ديالي حتى تنشف كما كتشوفوا، خاصه مازال هنا راه تنشف، كنزيد انني نخليها تنشف. صافي كنشفوا الدغميره مزيان باش ما تطلقش لينا فاش نكونوا كنصاوبوا فيها في الورقه. المهم هنايا راه نشفات. صافي غادي نحيدها باش غادي نديرها في واحد الشبيكه في الصفايه باش غتصفى ليا من هذاك الزيت حيت غادي نحتاجو، غنوريكم اشنو غنديروا به. صافي وغادي ندوز هنا باش غادي نطحن هذاك اللوز اللي كنت حمرت في الهاشوار. صافي بعد ما غنطحنو مزيان في الهاشوار غادي ندوز باش غنديرو في واحد الزلافه باش غنوريكم الطريقه ديالو باش غيجينا معلق في البسطيله ديالنا.
المهم هنايا راني غادي ندير عليه واحد 2 عواشق ديال السكر كلاصي، وغندير عليه واحد العاشقه تقريبا ديال القرفه صافي، وغادي نخلطهم فيه مزيان. المهم غنحاول اني ندخل هذاك السكر كلاصي والقرفه فيه صافي، وغادي ندوز باش غنوريكم شنو غادي ندير. هو هذاك الزيت اللي سقطرت من ديك البصله هو اللي غادي نعلك به هذاك اللوز ديالي. المهم هذا هو السر ديال الحريفيات الكبار اللي كيصاوبوا البسطيله. المهم هنا راه غتشوفوا الطريقه باش غتجيكم بسطيله معلكه وزوينه. المهم هنا راه خليكم مع الفيديو باش غادي ندوزو باش غادي نجمعوا البسطيله ديالنا. المهم هنا راه الورقه غادي نبدا نستف فيها في الطاوه. المهم غادي نستفها كامله على شكل نصها، غادي نخلي اكثريه على برا وكندير واحد شويه في الطاوه ديالي. المهم هنا غادي ندورهم على الطاوه كامله كما كتشوفوا. المهم هنا واخا الورقه راه ما ساعدتنيش، جبتها شويه ما زويناش بالنسبه كناخذها من عند واحد السيد الساعه لقيته ساد هاد النهار. المهم وغير ديبانيت من عند واحد اخر ما طلعتش لي الورقه كيف ما بغيت. المهم راني غادي نتساعد معها ضروري باش تجيني مزيان. المهم راه بطبيعه الحال راني كندهن ايديا بالزيت وكنخدم الورقه ديالي، ضروري كندير الزيت، وغادي نزيد واحد الطبقه ديال الورقه من الوسط صافي باش ما تخرجش ليا العماره صافي. وغادي نبدا باول حاجه اللي هي هذاك الدجاج اللي فرتتناه، هو اللي غنديرو الطبقه الاولى صافي. غادي نحاول انني نوزعه في الطاوه صافي باش غادي ندير الطبقات الاخرين صافي. غير خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نجمع البسطيله. المهم هنا راه كنحاول انني نوزع هذاك الدجاج مزيان في الطاوه كامل صافي، وغادي ندوز باش غادي ندير الطبقه الثانيه اللي هي هذيك الدغميره ديالي حتى هي غادي نحاول انني نوزعها بنفس الطريقه فوق من هذاك الدجاج. غنحاول انني نديرها متساويه. المهم هنا راني عندي لاطه كبيره على الحجم اللي غادي ندير فيه هذيك البسطيله. المهم صافي وغادي ندوز باش غادي ندير فوقو هذيك الطبقه الاخيره اللي هي داك اللوز اللي صوبت معاكم، غادي نديرو هو الطبقه الاخرى صافي. غنحاول حتى هو غادي نوزعو بنفس الطريقه فوق منه مزيان. غنحاول انني نضغط عليه بشويه بيديا باش يلصق ليا على ديك الدغميره ما يجينيش مفرتت من بعد مني غادي نقطع البسطيله ديالي صافي. وغادي نجمع البسطيله كما غتشوفوا. المهم بعد ما غادي نجمع هذيك البسطيله ديالي غادي نحاول انني ندهنها بالزيت من الفوق صافي على هذا الشكل. صافي ومن بعد غادي نزيد واحد 2 ورقات من الفوق باش نقاد لها غير الشكل ديالها من الفوق باش تجيني مزيانه. المهم غنحاول انني نجمعها مزيان من الجناب باش تجيني مقاده صافي. وغادي نجيب واحد الزلاق. هنا راني سخنت الفران ديالي كيسخن صافي. غنجيب واحد الزلاق كما قلت لكم وغادي نطقب بيه هذيك البسطيله باش غير تنفس ليا في الفران ما تفرقعش الورقه صافي، وباش يدخل فيها حتى الطياب. وغادي ندخلها الفران. المهم هنايا بعد ما طابت ليا البسطيله كتجي على هذا الشكل، هذا هو الشكل ديالها النهائي. من بعد ما زوقتها كندير غير واحد شويه السكر كلاصي والقرفه الزواق حسب اختياركم. المهم غادي ندوز باش غادي نقطعها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها.
كيفاش كتجي من الداخل. صراحة كتجي زوينة وكتجي الورقة مقرمشة وكتجي من الداخل غزالة ومعلكة، وكنتمنى تجربوها. وما تنسونيش اخوتي بلي لايك ديالكم وشي كومونتيرات زوينة، ومع السلامة.